السلام عليكم يا شباب. حلقتنا النهارده ان شاء الله تعالى هي حلقتنا الاولى من سلسله انجليزي من ارض الواقع. لاحظت الناس كلها متقسمه اتنين، ناس بتفكر تطور الانجليزي بتاعها، تاخد فيديو من هنا على فيديو من هنا، جمله متقطعه من الفيديو ده، ويجي في الاخر يحس ان مش هو ده اللي انا عايزه، انا برضو عايز اطور جزئيه معينه مش عارف اوصل لها. والنص التاني يجي يبدا انجليزي يقول لك انا هبدا من الصفر، عايز اخد المحادثه بس من الصفر. يجي يشترك في اي كورس او اي حاجه يلاقيهم بيبداوا من hello how are you doing my name is Sam، والموضوع ايه ده، في ايه؟ طب انا عايز اخش في الحياه، ودي مش الحياه اللي انا بشوفها قدامي. فقررت ان انا اجمع بين الاثنين. هفتح فيديو لشخص عادي زي ده بيتكلم عن قرر ان هو هيسيب امريكا للأبد. لو فتحت الفيديو ده هتلاقي كلمات بدائية مع جمل صعبة، الاتنين دول في منهم نقص. هحاول اجمع لك بين النقص ده على هيئة قالب. ناخد الجملة بتاعتنا ونحطها في 10 جمل زيها بحيث تكون سهلة عليك، بسيطة في هضمها، وان شاء الله الاستمرارية هي اللي هتفرق في الموضوع ده. معكم اسلام AKA ساميكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. So after living in the US for 35 years, I made the decision with my family to leave America for good. واحدة من الحاجات اللي تركز عليها هنا من ناحية النطق، ركز على كلمة family. family لأن الناس بتقول كتير family. دول 3 مقاطع، لكن الصح تركيز على أول مقطع fam والتاني لي. family family. With my family to leave America for good. أنا قررت أسيب البلد دي بلا رجعة. I decided to leave this country forever. شيلها، حط مكانها كلمة for good. for good مشابهة جدا لكلمة forever، معناها انك لما تحط قرار وتاخده بلا رجعة. خد عندك مثال تاني، انا سبت شغلي القديم ومش راجع له للأبد بلا رجعة. I left my old job for good. for good. وسؤالي ليك انت بقى، هل هتستقر في البلد اللي انت فيها دي خلاص للأبد بشكل نهائي؟ Are you gonna stay there for good? Are you gonna stay there for good? But what I've discovered over the past few years is that الراجل هنا قال قالب عظمة، قال لك على مدار الكام سنة اللي فاتوا. over the past few years، على مدار الكام سنة اللي فاتوا. خدها وطبقها على الإنجليزي كله. over the past few days، over the past few hours، over the past few months، over the past few years. الإنجليزي سهل لما تيجي تسمعه، بس لما تيجي تتكلم لازم عشان تتكلم بإتقان وبليونة تاخد وتلقط من اللي قدامك. Over the past few months, I have been violating that trust. Over the past few months. So I want to talk about why we left, the downsides of leaving America, and a lot of the benefits that we found as well. ما هو أي مكان هتروحه في الدنيا لازم تبص على حاجتين، لازم تبص على إيجابياته وسلبياته. Let's look at the benefits and the downsides. الإيجابيات والسلبيات كلمتين مشهورين جدا وبيستخدموا مع كلامك على أي دولة في الدنيا، بس مش إنجليزي شوارع اللي تديك كلمات، اديني جمل، واحدة من الإيجابيات وواحدة من السلبيات بالبساطة دي. one of the downsides. وخليني بالمرة أذكر لك واحدة من سلبيات العمل من البيت. one of the downsides of working from home is feeling isolated. ولو كلمتك عن إيجابيات هقول لك إن one of the benefits of working from home is flexibility. المرونة. تخيل معايا إن من الكلمتين دول بس one of the downsides تقدر تطلع منهم كلمات أو جمل قد إيه في أي مجال بتتكلم عليه. عشان كده اللي بناخده من واقع الحياة اديني حبة دلع. The downsides of leaving America, and a lot of the benefits that we found as well. ننزل بقى للمستوى البسيط جدا. وانت بتسمع اي فيديو في الانجليزي تحس ان في كلمات في النص كده انا مش عارف ايه اللي جابها هنا ومعناها ايه اصلا. عارف لما تقول بالعربي كده انا بحب القهوة بس بستمتع بالشاي برضه، على فكرة هي دي، بستمتع بالشاي برضه. I like coffee and I enjoy tea as well. والشاي برضه، والشاي كمان، والشاي ايضا. فتلاقي اجنبي يقول لك I'm a police officer and I'm working as a teacher as well.
وبشتغل كمدرس برضو، يبقى أنا راجل شرطة وبشتغل كمدرس برضو كمان. حط كلمة as well في النهاية، حطها أنت كمان وأنت بتتكلم لما تكون عندك معلومة بنفس أهمية المعلومة الأولى. قلت حاجة والتانية كمان مهمة زيها. I like doing this and I like doing that as well. وبحب أعمل ده كمان. معقولة دي؟ طبعا. Yes, of course. وهخليه كمان يعمل لك إيجار مناسب. I make sure he gives you a good rent as well. I make sure he gives you a good rent as well. وهخليه كمان يعمل لك إيجار مناسب. I make sure he gives you a good rent as well. I make sure he gives you a good rent as well. You live and you learn, and because I moved out to Portland a few years ago, like I said. كلمتين بالانجليزي لا غنى عنهم لحياة المسافرين. اي حد بيسافر هتلاقيه في اي فيديو ليه بيقولك بالانجليزي كلمة moved out. عارف لما تنتقل وتعزل من مكان وبيت وتروح لبيت تاني، تعزل من اسكندرية وتروح القاهرة. I moved out to Alex. مش معناها انك اتحركت، معناها انك عزلت للمكان ده. فلو عايز اقول انا عزلت لشقة جديدة هقول I moved out. I moved out to a new apartment. I moved out to a new apartment. طب لو عايز اقول انا عزلت للريف، حد يعرف الريف معناها ايه؟ I moved out to the countryside. I moved out to the countryside. دي عندك أمثلة كتير ممكن تيجي عليها. كلمة بسيطة بس مش كتير يعرفها بمعنى عزل أو انتقل بعيشته من مكان لآخر. اديني حبة دلع. My family moved out to Southern California when I was 4 years old. My family moved out to Southern California when I was 4 years old. Where we wanted to settle down, where we wanted to start our family, where we wanted to settle down. لو لاحظت ان هو بيفكر you leave America، خلاص هيسيبها وفور good بشكل قطعي نهائي، بيفكر في المكان اللي هيستقر فيه. فهنا قال لك كلمة استقر مهمة جدا. تاني اهم كلمة بيحتاجها المسافرين في اي بلد settle down. settle down استقر. الاي تاني حرف بتتفتح شوية وبتكون settle، وتيجي بمعنيين: استقرار نفسي تسمعها كتير، او استقرار في مكان معين او بلد معينة. مش ملاحظ بقى ان ده الوقت المناسب يا ابن الناس عشان تستقر وتتجوز؟ So I think it's time to settle down and to start a new family. او مع المدن، بعد بحث طويل قررت استقر في النمسا. I decided to settle down in Austria. I decided to settle down in Austria. Where we wanted to settle down, where we wanted to start our family, where we wanted to settle down, where we wanted to settle down. Most people go off to college and find opportunities, and most people go off to college. Most people go off to college. أنا ذاهب للكلية ولا أنا رايح للكلية؟ الاتنين صح، بس كلمة أنا رايح للكلية بنقولها بشكل شعبي عادي جدا ما بيننا. أنا رايح بنقولها بالإنجليزي I am off to. وبص عادي بقى، حط المكان اللي أنت رايح له دلوقتي. I'm off to work. أنا رايح الشغل دلوقتي. I'm off to bed. أنا داخل أنام. I'm off to the store. رايح المحل. I'm off to the gym. رايح الجيم. فممكن ببساطة أقول لك I'm off right now. See you later. أنا رايح دلوقتي. أشوفكم بعدين. I'm off to meet Dave. I'm off to meet Dave. I'm off to meet Dave. All right, I'm off to bed. All right, I'm off to bed. But what I've discovered over the past few years is that ثواني يا اسلام، في حاجات كده بتعدي في النص ما بفهمهاش. لما قال هنا what I have discovered، ليه I have جت في النص واتحشرت كده؟ وامتى اصلا اقولها؟ طالما حاجة حصلت قبل كده ومقصرة دلوقتي بنستخدم لها have والتصريف الثالث. يعني على سبيل المثال لو جيت دلوقتي قلت لك هرمي شوية مية اهو، مية نزلت تمام. لو دلوقتي والدتي دخلت وشافت المنظر ده، في مصر بتقول او بنقول ايه اللي انت نيلته ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ليه؟ لان في اثر متشاف. طالما الاثر متشاف هتقول لي look what you've done. look what you have done. have والتصريف الثالث. مش هتقول لي look what you did، هتقول لي look what you've done. الأثر موجود، وعشان كده على مدار الكام يوم اللي فاتوا الأثر موجود. وأنا بفكر over the past few years I've noticed، لاحظت إن، والزمن ده بحب أسميه زمن باسم يوسف، لأن لما كان بيدافع عن القضية الفلسطينية لو تفتكر كان بيقول يعني عبط احنا بقى، يعني فاهمني؟ ده أصل we've seen this movie before. فاهمني؟ ده أصل we've seen this movie before.
We have seen this before. احنا كلنا شفنا بعيننا اللي حصل والمشهد ده قبل كده، اتكرر قدامنا قبل كده وموجود هنا. فقال we have seen. have والتصريف الثالث. وعشان كده لو حد سألني انت كنت في شرم الشيخ هقول له الحمد لله انا كنت هناك. آثار والذكريات وكل حاجة خلتني اقول انا كنت. I've been there. كنت هناك. حصل كل حاجة وذكرى وكل حاجة لسه موجودة في عقلي. وده اللي يخليني لو دي ضاعت من ايدي فجأة او المفاتيح ضاعت فجأة وبقت هنا وفجأة بدور عليها هقول I've lost my watch. I've lost my keys. فقدت المفاتيح بتاعتي راحت مني. لسه الآثار موجودة وعمال ادور عليها ومش لاقيها. لسه الأثر موجود. ولما يكون الأثر موجود ما تفكرش have والتصريف الثالث. But what I've discovered over the past few years is that وعشان كده قال I've discovered لأن آثار الاكتشاف اللي اكتشفه لسه موجودة لحد دلوقتي. وعشان كده لو عايز تقول لأخوك أنت اتغيرت أوي يا أحمد، الفلوس غيرتك. You've changed. You have changed man. وهنا بقى نيجي لسؤال الحلقة، إزاي تقول أنا حققت كل أهدافي؟ واخد بالك؟ حققتها وأثرها لسه عليك. لو تعرف اكتب لي تحت في التعليقات. ايه رايكم في السلسله دي؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله تعالى. انجليزي من ارض الواقع. لو عجبتك ما تنساش اللايك. فاحنا بنحاول نمسك فيها ما بين العالي والواطي، الوسط، وبحيث انك تسمع اي فيديو اجنبي لاي حد عارف دي اللي اتقالت ودي انا امتى اقولها، وتكون مجمع الامور مع بعض. يعني استماع، بس استماع معايا بقى، زائد ان شاء الله انك تستخدم الجمل دي في الحياة العملية. وما تنساش تقترح عليا كده في التعليقات، قول لي الفيديو الجاي محتاجه عن ايه. اكتب لي عنوان فيديو جدا عجبك قبل كده وشفته وعايزني احلله واخوض في كل التفاصيل اللي اتذكرت في الفيديو ده، وان شاء الله نحلله مع بعض ونستمتع ويكون مفيد لكل الناس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا الله. السلام عليكم.